ناس كتير جدا من مربين الدواجن الفتره دهيت محتارين، مش عارف يقول لك اسكن ولا ما اسكنش. بص سعر البورصه عامل ازاي، الدنيا رايحه في داهيه. طيب افهم الاول المنظومه دي ماشيه ازاي عشان تعرف امتى اسكن وامتى ما اسكنش، ومين اصلا السبب في سعر الكتكوت ومين السبب في سعر اللحم. بص مبدئيا كده عشان تكون فاهم الامر ده كله في الاول وفي الاخر هو امر تجاري. انت كمربي اصلا المفروض انت اللي تقوده، ولكن الحقيقه انت ما بتقودوش خالص، وانت مالكش اي صفه في تحديد اسعار الحاجات دي كلها. طيب امال ايه اللي بيحصل، الدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا يا سيدي ببساطه ان انت النهارده دلوقتي لما نيجي مثلا قبل رمضان كل الناس بتسكن عشان خاطر لو طبعا قبل رمضان مثلا بقيمه دوره، كله بيسكن عشان خاطر عايز يبيع في رمضان، عشان معروف ان دوره رمضان ده هي الدوره بيبقى السعر فيها مرتفع. طيب فكله بيجري عشان خاطر يعمل ايه؟ عشان خاطر يسكن كتاكيت. فبالتالي ايه اللي بيحصل بقى؟ اصبح دلوقتي الاقبال على الكتاكيت عالي جدا، فبالتالي سعرها عالي زاد. طيب جيت انت حضرتك دلوقتي الناس جت باعت في رمضان، طيب تمام، ايه اللي حصل بعد كده؟ هو هل دلوقتي في بقى عندي عرض وطلب هنا بتاع اللحم ده ملوش علاقه بفكره دلوقتي الكتاكيت، افصل الاثنين عن بعض تماما. طيب النهارده الناس كلها باعت خلاص كده اهوت، وبقى المعروض يعتبر اقل من المطلوب، فبالتالي ده عمل ايه؟ ده خلى ان سعر اللحم بقى في تزايد مستمر او فضل في نسبه عاليه جدا من الزياده. طيب ده تسبب في ايه؟ تسبب في حاجه ثانيه، ان اصبح الناس اللي عندها خلفيه ان هو كان بعد ما بيبيع دوره رمضان ويعدي رمضان اسبوع يبدا السعر بعدها سعر اللحم ينزل، ده ما حصلش. فعمل ايه؟ خلى الناس ثانيه تجري انها تجيب كتاكيت ثاني وتربي وتعمل دوره ثاني عشان خاطر ان هو شايف ان البورصه سعرها عالي فعايز يكسب. فبالتالي ايه اللي حصل؟ ده خلى ان سعر الكتكوت يفضل هو كمان في ارتفاع لان في طلب عليه. طيب جينا احنا بقى بعد كده اهوت، جينا في اخر رمضان وداخلين على اعياد ثانيه، الاعياد دي بيستهلك فيها اغذيه مختلفه عن الدواجن، فخلى ايه اللي حاصل؟ خلى بقى ان اللي معروض اكتر بكتير جدا من اللي مطلوب. غير كمان ان كان في ناس كتير جدا من اللي هي اصلا ما كانتش بتعمل دوره بعد رمضان غير بفتره عملت الدورات دي، فبالتالي برضه في ناس انتجت زياده عن اللازم او المطلوب، فده خلى ان بقى اللي معروض كتير جدا، سواء ان انت داخل على نسبه على مناسبه او اعياد الاستهلاك الفراخ فيها مش هو رقم واحد، او سواء ان في ناس كتير جدا من اللي كانت بتتجنب العمل دورات بعد الدوره الرمضانيه اشتغلوا، فده كله في الاخر تسبب في هبوط سعر اللحم. طب ما هو برضه الكتكوت يا عم عالي، ايوه ما هو الكتكوت هيفضل زياده ليه؟ لان في ناس كتير جدا عماله بتجري تجيب. طب هتيجي تقول لي واحد النهارده جاب وخسر، في هنا مشكله ثانيه، في ناس لما تيجي تخسر مش بيبدا ان هو يهدي ويشوف الدنيا اللي هيحصل فيها، لا يقول لك ايه، طب انا اعمل دوره ثانيه عشان خاطر اعوض خسارتي اللي فاتت، فيبدا ان هو برضه في اصبح سحب برضه على الكتاكيت. طب الكلام ده كله في الاخر يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان انت لازم تفصل ما بين فكره سعر الكتكوت وسعر اللحم، ان فكره الكتكوت دي منظومه لوحدها وسعر اللحم ده منظومه ثانيه لوحدها. اي نعم الاثنين في الاخر هم المفترض ان هم يكملوا بعض، لان انت في الاخر مش هتطلع فرخه الا لما تكون اصلا جبت كتكوت، ولكن الفكره كلها ان في معامل هي اللي بتدير وشركات هي اللي بتدير قصه الكتكوت، ودي دورها بينتهي عند بيعه. فطول ما هو كشركه او كمعمل شايف ان في طلب زايد على الكتكوت ده فهو سعره بيرتفع معاه، بعيدا عن قصه بقى اللحم ايه وضعه. وقصه اللحم دي في بورصه ثانيه بتديرها، والبورصه دي برضه ليها تجار ثانيين، التجار دول طول ما هم شايفين ان اللي معروض نسبته اعلى من المطلوب فبالتالي هو السعر بينزل، ولو بقى المعروض نسبته اقل من المطلوب فبالتالي السعر بيختلف. فانت لازم تبقى فاهم النقطه دي كويس عشان خاطر انت مربي كمربي دايما تبقى عمال محتار، هو مال الكتكوت عمال سعره بيزيد والعلف ربما يكون سعره ثابت ومع ذلك سعر اللحم مش يعني يا اما بيزيد يا اما بينقص، لان انت رابط ما بين الاثنين والاثنين اصلا ما لهمش ادنى علاقه ببعض. طب امتى بقى المعادله دي كلها تتحل؟ المعادله دي كلها تتحل في حالتين، اما يكون المربيين كلهم يتحدوا مع بعض ويكون هم كلهم اصحاب راي واحد، وده امر يكاد يكون شبه مستحيل، ان انت اصلا عندك 80% من الانتاج الداجني في مصر بيقوم عليه اللي هم صغار المربيين، ودول اتحدوا مع بعض يكاد يكون شبه مستحيل. النقطه الثانيه لما انت تربط انتاج الكتاكيت بالاحتياج السوق من اللحم او من الفراخ، ساعتها انا هاجي اقول اه والله انا مثلا دلوقتي محتاج ان انا كاستهلاك عايز مثلا 100 فرخه مثالا، خلاص كده يبقى انا كمعامل وكشركات هننتج مثلا متوسط حوالي 120 عشان خاطر نعمل حساب ان لو حصل اي ضربات فيبقى في الاخر الاجمالي اللي بيطلع عندي اللي هم ال 100، فبالتالي هتلاقي ان هو سعر الكتكوت مناسب مع سعر بيع اللحم. ولكن لان ده ما بيحصلش، لان بيكون الانتاج الكتاكيت ملوش علاقه بالاحتياج كاستهلاك، فعشان كده دايما بتلاقي الضرب ده حاصل. فيبقى انت دلوقتي كمربي ايه المطلوب من حضرتك؟ انت تبدا تقيم الدنيا رايحه على فين. انا والله دلوقتي شايف ان الفتره دهيت فتره، وخلي بالك كمان برضه في نقطه ثانيه كمان اثرت، ان في ناس كثيره في الفتره الاخيره دهيت اتحمست ان هي تخش في مجال تربيه الدواجن، فبالتالي خلى برضه ان يبقى الطلب على الكتكوت عالي، فبالتالي ده برضه ده اللي مخليه ان هو سعره يفضل زايد، بعيدا بقى عن قصه ان انت احتياج السوق بقى من اللحم نفسه عامل ازاي. فتلاقي الناس كل اللي لبسوا الخير راح اشترى كتكوت غالي وكتكوت غزال غالي، جه يبيع لقى السعر بتاع البورصه واقع فحصل معاه مشكله. فيبقى لازم النهارده انا لما اجي اقيم المجال ده اقيمه بناء على النظره التجاريه والاقتصاديه مش على فكره نظره الانتاجيه. يعني زي برضه الزراعه، هتلاقي انت مثلا يجي مش عارف كان انتاج مثلا الطماطم او البصل قليل جدا فبالتالي كان سعره عالي، يجي بعدها مثلا كل المزارعين او الناس الفلاحين يجوا يقول لك خلاص احنا هنزرع بصل وطماطم، تلاقي كل دول زرعوا هوب، تلاقي بعد كده بقى انتاج عالي جدا، تلاقي السعر اتهبط في الارض ويرجع بعد كده يحصل عنده دروب وخساره. طب هل هو بيتعظ او بياخد بقى يعني عبره من الكلام ده؟ لا، تلاقيه برضه يجي جاي بعد كده هو مكرر نفس القصه. فانت لازم تفكر من الناحيه التجاريه والاقتصاديه مش من ناحيتك انت كفكره ان انت شخص مربي، لان للاسف برغم ان انت اهم واحد في المنظومه دي كلها، وانت المنظومه دي كلها من غيرها لا اللي بينتج كتاكيت هيلاقي حد بيشتري منه، ولا الناس اللي هي تجار او اللي هم يعني بياعين اللحم هيلاقوا حد ياخدوا منه، ولكن للاسف انت واقعيا انت مالكش دور في المنظومه دي دور ايجابي او دور مؤثر، بالعكس الدور المؤثر كله للتجار. عشان كده هي اسمها بورصه، لان كلمه بورصه دي معناها ان هو عرض وطلب، الحاجه دي عليها اقبال جامد فسعرها بيرتفع، عليها اقبال قليل فسعرها بينزل. فاتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم، ولو في عندك برضه اي ملحوظه برضه وضحها لي. برضه ياكد لك برضه كلامي اكتر، شوف الفتره اللي كان فيها ازمه او مشكله في موضوع العلف لما كان يعني وقف دخول الخامات بتاعته، الفتره دي كان ايه اللي حاصل؟ كان سعر الكتكوت كان في الارض اساسا، كانت معامل الكتاكيت والشركات اساسا كانت بتعدمه، لو حد قال له هشتري منك هيديه له بص ببلاش، هيديه له يعني بجنيه، هيديه له باي ثمن، لان هو اصلا كده بيعدمه، لان هو مش حد هيشتريه عشان خاطر هاكله منين. طب في نفس التوقيت سعر الكتكوت دوت كان واقع في الارض، هل بقى كان سعر اللحم كان عامل ازاي؟ لا ده سعر اللحم بالنسبه لوقتها كان غالي جدا، ليه؟ لان كان المعروض من اللحم كان اقل بكتير جدا من